اسهل حاجه في البلد انك تبيع الوهم. هل انا في بدايه وانا في البدايه خالص لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم اوهام؟ نعم. وعمرنا ابدا ما عشنا الوهم ولا حاولنا ابدا الوهم ده نقدمه ليكم. ليه؟ لان انا لا ببيع وهم ولا بضحك على الناس، انا بقول الواقع وازاي اجابهه. واحنا ما بنبيعش الوهم للناس. وانا عايز يعني هنا استعير كلمه دايما بيقولها سياده الرئيس: لن نبيع الوهم للناس، لا نبيع الوهم للشعب. انا شخصيا لن اشارك ان انا ابيع الوهم لحضراتكم. انا قلت مش عايز مقاطعه عشان صوتك ده لو عالي تاني انسان. وانا قلت لكم مره قبل كده ان احنا مش هنبيع الوهم ليكم وهنكون صادقين وامناء وشرفاء معاكم. احنا ما بنبيعش الوهم للناس ابدا، الوهم ده ما نعرفوش. وانا شخصيا لا يمكن ابيع الوهم. طب بره يالا بره يالا ولا بره يالا يا ناقص على دماغك. عشان كده بقولنا مش هنبيع الوهم للناس. ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت ليك. وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم اسمعوا كلامي. هو انا عسكري يا عم اسمع كلامك؟ من فضلكم ارجو ان الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني، ما تسمعوش كلام حد غيري. هو انا موظف عندك وانت المدير بتاعي اسمع كلامك؟ اسمعوا كلامي انا بس. صح. ايوه بس اسمع كلامك ليه بقى؟ عندي زله مثلا؟ عيني مكسوره؟ المهم على كل حال، وانا يمكن حسيت ان يمكن يكون الناس قلقت شويه. لا يليق بنا ان نقلق ابدا. لا يمكن يبقوا في قلق ابدا عندكم يا مصريين، لان احنا قعدنا ناخد الاوهام ديت بقالنا 7 سنين اوهام. وانا بقول لكم اوهام بمعنى الكلمه يعني. 5 احنا قعدنا ناخد الاوهام ديت بقالنا 7 سنين.